كده درالك الحلوة بتكمل مع سيونج اللي لغى ريحته عشان يدور على الشخص في المطار. اثناء ساعتها بيتصل بيه وبيقول له كنت المفروض تركب الطياره بتاعتك تنسى كل اللي حصل ده، ولكن سيونج بيقول له انا هجيبك وهنتقم منكم. بيوم بعد كده راكب طياره لسيول عاصمه كوريا الجنوبيه وداخل بيشتري كتب من محل، وداخل بعد كده حمام عشان هو شاك في حاجه، وبعد تدوير في جسمه فعلا بيطلع شكه في محله ان هم زارعين جهاز تعقب ورا ودنه، فيقوم جاي فاتح بالقطر وشايل جهاز التعقب. في نفس الوقت اللي بنشوف فيه المحقق جون بيفتح عينه في المستشفى وان هو طلع ما ماتش انما كان في غيبوبه اثر الطلقه والوقعه، واول حاجه بيقولها اسمه هو اين اللي ضربه بالنار. بتعدي سنتين وبنشوف جون اللي اشتغل ضابط مرور وبيكون مستاء جدا وحزين لان الشرطه مش مصدقين اللي حصل معاه لان هو ما عندوش اي دليل اصلا، ولا كمان عارف مكان الجزيره، والصور اللي كان بيبعتها الجزء اللي فات ما كانتش بتوصل اصلا، والدليل الوحيد على كلامه انه هو كان مضروب برصاص، وهو اصلا ممكن يكون اتضرب وهو بيعمل حاجه غير قانونيه، فالشرطه ساعتها بتفترض انه هو على دماغه وشاف كل ده وهو في الغيبوبه فبيتهيأ له يعني. ولو بتسالني طب ليه جون ما اعترفش على هو اين، فساعتها جون قال للحكومه انه ما شافش اللي ضربه بالنار، وده لسبب ما هنعرفه قدام. على الجنب التاني بيكون سيونج حابس نفسه في بيته وحاطط كاميرات في كل حته، وبقى سنتين بيدور على لعبه الحبار وكل يوم بيحلم بكوابيس من اللي قتلهم عشان يكسر اللعبه، وبيكون عمال يصرف على الموظفين ومحققين عشان يلاقوا الشخص اللي دخلوا اللعبه، وبيأمرهم ان هم يستنوه في كل محطات القطار في نفس الوقت وان شاء الله هيظهر ويقفشوه، لان نفس الوقت ده من 3 سنين كان هو الوقت اللي ظهر فيه لسيونج، فاكيد هو بيدور على لعيبه جداد دلوقتي. نفس الوقت المحقق جون بيكون فيه مش ساكت وجايب ساعتها قبطان عشان يستكشفوا كل جزء من المحيط الهادي لحد لما يوصلوا للجزيره اللي بيتم عليها اللعبه، ولكنهم للاسف ما حلفهمش الحظ ان هم يوصلوا للجزيره. المهم نرجع بعد كده محطه القطار اللي فيها رجاله سيونج واللي مستنيين الشخص ده عشان يظهر، وبعد يوم طويل من التدوير مش بيظهر، فساعتها بيعيدوا التدوير تاني يوم وهكذا تالت يوم، وبيفضلوا كده لحد لما في يوم بيشوفوا الشخص بيلعب مع واحد فقير في محطه معينه، بيقوم ساعتها مديله البطاقه وماشي، فبيقوموا ساعتها مبلغين سيونج اللي بيجهز مسدس وبيجري على مكانهم بعد لما قال لهم ان هم يتتبعوه في سريه، وبيكون شايل شنطه عيش وشنطه تانيه فيها كروت نصيب. كل شويه يروح عند واحد نايم في الشارع ويعرض عليه يا اما ياخد رغيف عيش ياكله يا اما يجرب حظه في النصيب، فكل الفقراء ساعتها بيختاروا ان نصيب وبيخسروا في الاخر، فالشخص بيقوم جاي واخد شنطه العيش ورميها على الارض ودهسها برجله، فلما الفقراء بيسالوه ليه عمل كده بيقول لهم مش هو اللي اختار انما هم اللي اختاروا النصيب ورموا العيش. وبعد لما بيدوس على العيش بكل ريل حرفيا بيركب بعد كده عربيه اجره، وطبعا جواسيس سيونج بيكون وراه، وعلشان سيونج اتاخر فبيقرروا ان هم يهجموا عليه ويثبتوه لحد لما سيونج يوصل، ولكن على عكس المتوقع الشخص ده بيقوم ضربه هما الاثنين ومكمل ماشي عادي جدا ولا كأن في اي حاجه. المهم سيونج بعد كده بيوصل لمكانهم وبيكون للاسف اتاخر والشخص ده هرب، ومش بس كده ده اخد كمان معاه الاثنين اللي شغالين مع سيونج اصلا، ويكون مكتفهم بعد لما ضربهم وبيقول لهم ان هو هيلعب معاهم لعبه بسيطه جدا الا وهي طوبه ورقم قص، وهيحط رصاصه واحده بس في المسدس بتاعه، واللي هيخسر هيضرب طلقه، واللي ممكن تكون يا اما طلقه فاضيه يا اما طلقه حقيقيه ويموت، يعني باختصار يلعبوا طوبه ورقم قص واللي يخسر هيلعب معاه رول روسي. وبعد شويه لعب واحد منهم بيخسر وبيتضرب بالنار، واللي نجا بيقعد يتم استجوابه وطبعا بيقول كل حاجه عشان هو مرعوب. اثناء ما سيون كان بيجري العربيه عشان يوصل للشخص لفت انتباه المحقق جون اللي زي ما قلت لك دلوقتي واشتغل كشرطي مرور، واول لما شافه افتكر ان هو قابله قبل كده في الموسم اللي فات، فاليوم جاي ساعتها واخد نمره العربيه ورايح على المرور عشان يعرف عنوانه. اثناء ما بنشوف ساعتها سيون رجع البيت ولقى النور مفتوح، ولما بيخش الشقه بيلاقي في وشه الشخص ابو بدله وفي ايده مسدس. بيقعدوا بعد كده يتكلموا محادثه مفادها ان سيونج عايز يوصل للي مشغله ان الشخص ابو بدله ده مجرد كلب عندهم اصلا، وسيونج عايز يتكلم مع اللي مدور اللعبه، فالشخص ابو بدله بيحكي لسيونج انه هو صغير اشتغل معاهم في لعبة الحبار وكان وظيفته نقل الجثث وإحراقهم كأنهم حيوانات، لحد لما في يوم بيدوله مسدس وخلوه مسؤول عن مراقبة اللاعبين واللي يغلط هو اللي يقتله، ولكن المشكلة إن هو في يوم لقى الشخص غلط وقبل ما يقتله اكتشف إن الشخص ده يبقى أبوه أساسا، ولكن ده ما خلوش يتردد في إن هو يضربه بالنار في نص دماغه. ساعتها عرف إن الشغل دي مناسبة جدا وإن هو طالما يقدر يقتل أبوه هيقدر يقتل أي حد تاني بدون مشاكل. وبعد شوية كلام الشخص وبدله بيقول لسيونج إن هم هيلعبوا لعبة الرولة الروسي مع بعض، ولكن بتعديل بسيط جدا، بدل ما بعد كل ضربة يلف السلاح هيلعبوا 6 أدوار ورا بعض لحد لما واحد منهم يموت، وبيفضلوا يلعبوا لحد لما بيوصلوا للدور السادس والدور بيكون على الشخص وبدله، وفعلا بيضرب نفسه بآخر طلقة وبيموت فعلا، ولكن قبل ما يموت بيقول لسيونج إن المفتاح للزعيم في جيبه. في نفس الوقت كان في جون واقف تحت البيت بتاع سيونج، فلما بيسمع صوت ضرب الرصاص بيقوم جاي طالع بسرعة يدور في الشقة على سيونج، وفي شقة من الشقق بيلاقي الشخص وبدله ده خطفه واللي اسمه سيوك، وبعد لما جون بيفكه بيقوم ساعتها مكمل طريقه لحد لما
لما يوصل للشقة بتاعت سي يونج وهو قدام الجثة بتاعت الشخص مبادلة، فجون ساعتها بيقبض عليه بتهمة القتل، وقبل ما ياخدوا معاه بيجي وو سيوك وبيضرب جون بطفاية الحريق على دماغه، فساعتها بيهمن عليه وو سيوك بيقعد يشرح لسي يونج ساعتها هو مين، وبيفرح لما بيشوف الشخص المبادلة ده مقتول لأن هو قتل زعيمه قدامه. المهم إن سي يونج بياخد الورقة اللي في جيب الشخص المبادلة وبيأمر ساعتها وو سيوك إن هو ينظف المكان اللي مات فيه الشخص المبادلة. أثناء ما ساعتها سي يونج بيقوم رابط ساعتها جون في الحمام وقاعد يستجوبه، وبيعرف إن هم هدفهم بنفس الهدف وإن هم يلاقوا اللعبة وينهوها أساسا. ساعتها بيقرروا إن هم يتحدوا مع بعض عشان يلاقوا الجزيرة اللي ورا الناس اللي في اللعبة. سي يونج بعد كده بيوري الفلوس اللي كسبها لجون وبيقول له إن الفلوس دي ملوثة بدم الناس اللي هو كسبهم، وإن هو بيستخدم الفلوس دي لمحاربة اللعبة لحد لما يلاقيها. ومش بس كده، ده عنده مئات الأسلحة اللي مجهزها في حال لقى مكان الجزيرة، ومجهز مكان كمان للتدريب. بيقوم بعد كده وو سيوك إن هو يجمع بقية الناس اللي كان القائد مشغلهم عشان يديهم أسلحة ويروحوا عشان يدوروا على الجزيرة كلهم سوا مع بعض. بنشوف بنت من كوريا الشمالية اسمها نو يول كانج، هربت من كوريا الشمالية بعد لما قتلت رئيسها في الجيش وهربت لكوريا الجنوبية، ولكن للأسف ما عرفتش تاخد بنتها معاها، وبتحاول بقالها سنين تلاقي بنتها ولكنها ما تقدرش تعرف أي أخبار لشخص في كوريا الشمالية، وبتكون حالتها مزرية وعايشة على المهدئات والخمرة وعايشة في عربيتها، لحد لما في يوم بنشوف شخص ببدلة جديد بيخبط على ازازها وبيديها الكارت بتاع لعبة الحبار وبيمشي. فنو يول ساعتها لأنها ما عندهاش حاجة تخسرها بتوافق على طول اللعبة وتروح عشان تستقيم من شغلها، وأثناء ما هي طالعة من المكان بتلاقي بنت شبه بنتها ولكنها مريضة بسرطان الدم وبتموت ومحتاجة عملية زرع نخاع شوكي عشان تعيش، وده طبعا تكلفة كتيرة جدا على الأب اللي معهوش فلوس دي أصلا، وده اللي بيأثر على نويول عشان بتفتكر بنتها وليل بتتصل على رقم على كارت لعبة الحبار وتسجل معاهم، وبيقول لها ساعتها امتى هيجي ياخدوها ولكن مش كمتسابقة، وهنعرف كاي قدام. سو يونج بيشيل ضرس العقل بتاعه وبيركب بداله ضرس مزيف في شريحة تتبع مكانه، وتكون خطة ان هو وصل للنادي الليلي اللي حابة فيه اين، وهو ساعتها يقفش هو بقى ورجالته. تاني يوم بيروح للنادي الليلي اللي المفروض هيقابل فيه اين، ولكن بين اتنين من المقنعين لابسين احمر داخلين عليه وبياخدوه العربية ليموزين فيها مايك بيكلم منه رئيس اللعبة واللي بيكون اين، ويفضلوا ساعتها يتكلموا عن اللعبة وان سي يونج عايز يوقفها بقى والكلام ده كله. اثناء ما ساعتها رجالة سي يونج متتبعين العربية وراه، ولكن مرة واحدة في قناص تبعهم بيضرب اطارات عربية رجالة سي يونج، فبكده سي يونج بقى لوحده. فسي يونج ساعتها لما لقى نفسه اتزنق وان مفيش فايده من اللي بيعمله ده، بيقول للرئيس ان هو يخليه يشارك في اللعبه، وده اللي هيخلي الاثرياء يستمتعوا جدا اكتر، لان حد بعد كده طلع من اللعبه ورجع تاني ليها فبالتالي هيدفعوا كمان اكتر. ما بيني وما بينك يعني خطه من سيونج وبتكون ان هو يروح للجزيره وهو بقى الضرس بتاع جهاز التتبع ده، فبالتالي عرفوا منه مكان الجزيره، فالرئيس طبعا بيوافق ويقوم جاي مطلع رسم مقدم في العربيه، فسيونج بيهمن عليه. اثناء ساعتها ما بنشوف نويون وهي داخله عربيه عملاقه فيها غرف واوض، ونشوفها هي داخله اوضه من الاوض وبتلبس الزي الاحمر بتاع الحراس، وبكده بنعرف ان الحراس هم كمان ناس فقراء ولكنهم مضطرين انهم يعملوا كده عشان الفلوس. شكلها عمل كده كتير اساسا قبل كده لانها عارفه هي رايحه فين كويس. بياخدوا بعد كده سيونج الجزيره اثناء ما جون بيشوف مكان سيونج على الجي بي اس وبيتحرك هو بقيه الفريق وراه، بس خلينا نفصل منهم شويه ونركز مع سيونج واللي بيصحى من الغيبوبه فكر لعبه الحبار وبيبقى بنفس رقمه القديم 456، والكل يبقى خايف ومش عارف فيه ايه اصلا ما عدا واحده شكلها كده عارفه سيونج. المهم حراس لعبه الحبار المقنعين بيخشوا يرحبوا اللاعبين اللي بيبداوا يسالوا اسئله احنا شفناها قبل كده، ومن الناس اللي بيسالوا ده مش فاهمش الكائن ده بنت ولا ولد، اصل حتى مش عارف مين اللي توم كان ده ايه، هو صوت ولد بس شكل بنت، وفي واحد كده هم مشاركين في اللعبه امه ساعتها بتقعد تتريق على الكائن ده وتسال هو ده بنت ولا ولد ولا ايه الحكايه يعني. المهم الحراس المقنعين بيقولوا لهم ان هم فقراء ومديونين لازم ان هم يكسبوا لان ده امانهم الوحيد، لو كسبوا هيدوهم مليارات وتعديدا 45 مليار ين، واللي بيساوي المصري رقم انا صراحه مش عارف اقراه، تقريبا ده رقم تليفون صاحب المسابقه يعني. المهم الصحاب بعد ما المتنافسين بيتحمسوا والحراس بيعدوهم عشان يسجلوا ويتصوروا زي الموسم اللي فات بالظبط، اثناء ما سيونج بيقابل صديق قديم ليه اسمه جونج باي وبيقول له ساعتها انه يفضل لها قريب منه مهما حصل. بيتاخدوا بعد كده للسباق الاول، وقبل ما يبداوا سيونج بيبص كده وبيحب يطمن على جهاز التعقب اللي في ضرسه، ولكنه لما بيخلع ضرسه بيلاقي ان هم اكتشفوا الحيله بتاعته اصلا وخلعوا جهاز التعقب، وان هم حطوه وسط عوم واحد رايح يصطاد، وكل المده دي جون كان رايح ورا اللي بيصطاد ده اساسا على جزيره تانيه. المهم ان هم يبداوا على كده السباق الاول، ولو مش فاكر ان هم لازم يعدوا الحواجز بسرعه ويوصلوا لاخر الخط قبل ما الدميه اللي بتغني دي توقف وانا وتقول اشاره حمراء وتلف دماغها، عشان لفت دماغها وشافت حد بيتحرك بتقتله في ساعتها. فسي يونج ساعتها ما بيلاقي نفسه رايح في داهيه كده بيحاول يقنع المتسابقين ان دي مش لعبه وان هم لو غلطوا هيموتوا، طبعا المتسابقين مش بيصدقوه بيفكروا ان هو سكران ولا حاجه، وبعد شويه اللعبه بتبدا وسيون كل شويه بيقول لهم ان هم يقفوا قبل ما تلف دماغها، ولكن في بنت مش بتصدقه وبتتحرك ساعتها بتتضرب بالنار بتموت. فسيونج بيحاول يخليهم ما يتخضوش وما يتحركوش عشان ما يموتوش كلهم، ولكن لما بيشوفوا جثه البنت بيبداوا ان هم يصوتوا ويجروا، فبيتضربوا ساعتها بالنار ومجموعه كبيره منهم بتموت ما عدا اللي مشى ورا تعليمات سيونج. اثناء ما ساعتها اين بيتفرج عليهم ومتمزج قوي. بنشوف بعد كده ان الحراس اللي بيقتلوا المتسابقين ده نو يول، ده غير ان في برضه موانع
كده من المتسابقين قاعد عمال يزق الناس عشان هو يموتوا. وعندك فنويود بتركز مع واحد من المتسابقين وبنعرف ان هو قابل بنت المصابه بسرطان الدم وان هو اشترك في اللعبه دي عشان يدفع ثمن العمليه بتاعت بنته، وده اللي بيخلي نويول تتعاطف معاه. المهم سي يونج بعد كده واللي معاه بيعدوا اول مرحله بعدد قليل، ولكن بيكون لسه في ناس ما عدتش منهم واحد اتصف في رجله، فسي يونج ساعتها بيقرر ان هو يساعده وبيرجع تاني عشان يسنده. كان هيقع بيه ويموتوا هما الاثنين لولا ان كان الغريب اللي مش فاهم واد ولا بنت ده بيجي وبيساعدهم هما الاثنين، والحمد لله بيعدوا هما والراجل المصاب في اخر لحظه. ولكن نويول كده كده بتقرر انها تقصيه حتى بعد لما عدى الخط الاحمر. ليه؟ لان هو اتحرك من زمان بس هي كانت بتتسلى بنت مريضه معلم. المهم بعد اول مسابقه بيكون قدام المتسابقين ان هم يا اما يكملوا اللعبه يا اما ينسحبوا ويرجعوا من غير فلوس تاني. وفي الاول كانوا موافقين ان هم ينسحبوا، ولكن لما بيشوفوا فلوس قدامهم بيضعفوا وبيقرروا ان هم يكملوا اللعبه اثناء ما سي يونج قاعد جلطهم لان هو عارف اللي فيها اصلا. بيحب بعد كده ان هو يخليهم ان هم يصوتوا ان هم يخرجوا من اللعبه، وفعلا في الاخر بتبقى النتيجه تعادل بين الاثنين، فرين اللي عايز يكمل واللي عايز يخرج، لحد ما بيجي اخر واحد هيصوت واللي بيصوت ان هم هيكملوا. ولما بيلف وشه بنشوف ان هو اللاعب ده إين وهو اصلا نازع عشان يصوت اللعبه تكمل. بعد التصويت سي يونج بيكون قاعد بيندب حظه، وساعتها بيجي له إين وهو بيقول له انه طالما شارك في اللعبه دي قبل كده يبقى عارف الالعاب كويس ويقدر ان هو يفيدهم. بس يونج ساعتها بيقول لهم ان اللعبه اللي جايه هيقول لهم ساعتها اختاروا شكل وبعدها هيدوا لهم بسكوت على الشكل ده، والمفروض ان هم يطلعوا الشكل من البسكوت من غير ما يكسروه. ويقول لهم ساعتها ان شكل المثلث كان اسهل شكل، وبيقاطعهم بعد كده اتنين ماسكين واحد نازلين في ضرب عشان سرق فلوسهم، فإين ساعتها بيتدخل ويدافع عنه، فبالتالي كل المتسابقين بيبقوا شايفينه بطل. بالليل بقى بيكون إين بيحاول ان هو يتقرب من سي يونج وبيقعد يتكلم معاه وبيقول له ان مراته مريضه ومحتاجه عمليه، وعشان كده هو شارك في اللعبه دي غصب عنه وقرر اللعبه تكمل. وطبعا سي يونج بيصدقه لان هو ما عرفش ان هو قائد اللعبه اصلا. نفصل شويه من سي يونج ونرجع لجون وفريقه اللي ركبوا مركب مع القبطان اللي لقى جون قبل كده، وبيكونوا بيدوروا على الجزيره اللي فيها المسابقه قبل ما سي يونج يروح في تيس. وبعد تدوير بيلاقوا جزيره عليها بوابه حديديه، فبينزلوا عشان يستكشفوها وبيخشوا من الباب، ولكن بيطلع فخ اصلا وبينفجر في الفريق كله. نتيجه لده بيموت منهم واحد وبيتصاب جون. بيكملوا بعد كده رحلتهم في التدوير على سيونج، وفي ما بيصحى واحد من الفريق بسبب ان الامواج عاليه، واثناء ما بيتمشى في المركب بيلاقي القبطان بيلعب في الطياره الدور اللي بيستخدموها عشان يستكشفوا الجزر، فساعتها بيشك فيه وبيقول له ان هو جاسوس. القبطان ساعتها بجد طلع سكينه وطعنه كذا طعنه ورميه في البحر، وبكده بنعرف ان القبطان ده فعلا جاسوس تقريبا الى عينه عشان يلاقي جون ويوديه المستشفى، وفي نفس الوقت ما يخليهوش يلاقي الجزيره تاني ابدا. بنبدأ في تاني يوم مع اللعبة التانية، وزي ما انت عارف كله كان متوقع اللعبة وتم بقى يختاروا مثلث وكده، ولكنهم بيغيروا اللعبة وبيقولوا متسابقين ان هم يختاروا فرق مع بعضيهم. ويتشو ساعتها ايه ان هو بيقول لسيونج ان هو عايز يكون معاه في الفريق. طبعا سيونج بيوافق ويبقى فريقه مكون من سيونج وصاحبه جونج وإين وبنت حامل كده ثابت على سيونج وواحد يعرفه جونج. واللعبة بتكون عبارة عن طريق عليه 5 ألعاب صغيرين، كل فريق هيتربط في رجله مع بعضيهم وهيختاروا منهم شخص يلعب لعبة من ال5، ولو نجح هيعدوا اللعبة اللي وراها واللي هيلعبها شخص تاني، وهكذا لحد لما يخلصوا ال5 لعب. ولكن كل ده قبل ما الوقت يخلص، ولو واحد منهم خسر هيعيد لحد لما يكسب. مش محتاج اقول لك ده هيأخرهم اصلا، ولو ما عدوش قبل الوقت كل فريق هيموت. اول كام فريق بيبداوا بيموتوا، وبناخد بالنا ان الحراس المقنعين مش بيقتلوهم انما هم بيسيبوهم ويحطوهم في تابوت عشان بعد كده ياخدوهم من ورا إين ويبيعوا اعضائهم. ولكن نويول بتكون ضد الكلام ده وبتتاكد ان مفيش حد يخرج الا وهو ميت بص في دماغه. المهم كل واحد فريق سيونج بيقرر ان هو يلاقي اللعبه ان هو شاطر فيها، ويكونوا هم اخر فرقه متبقيه. بيبدا اول لعبه واللي بتبقى اللعبه اللي لعبها معاهم الشخص ابو بدله، واللي هي ان هم يمسكوا ورقه ويضربوا بيها ورقه تانية علشان يقلبوها، والمفروض البنت الحامل هي اللي هتلعب اللعبه دي. وفي اول محاوله بتنجح فيها بيتنقلوا بعد كده اللعبه اللي بعدها، واللي بتكون ان هم هيمسكوا حجر وهيرموه على حجر تاني، واللي هيلعب اللعبه دي هو جونج، وفي اول محاوله برضه بيكسب فيها. بينتقلوا بعد كده لتالت لعبه، واللي بتكون ان اول واحد منهم هيمسك شويه قطع والمفروض ان هو ينططهم وهو ماسك بقيه القطع شبه المبرر كده اللي في السيرك يعني. وفي اول محاوله بينجح فيها برضك، وبيتنقلوا بعد كده رابع لعبه واللي هي النحله. احنا كنا مسمينها زمان واحنا صغيرين النحله يعني. المهم يعني لو انت مش فاكر فيها بتاع نربط فيها الحبل وبنرميها عشان تلف، المفروض يعني ايه إين هو اللي عليه الدور ان هو يلعبها، ولكن هو بيعتمد ان هو يخسر نفسه كذا مره عشان سيونج ما يكونش معاه وقت يلعب فيه، لان هم عدوا اول 3 العاب بسرعه جدا. المهم بعد شويه محاولات بيعدوا بيفضل اخر لعبه لسيونج، واللي بتبقى ان هو ينطط الكوره 5 مرات ما بيكونش فاضل غير 20 ثانيه بس، وكانت الكوره هتقع منه في التنطيطه الرابعه لولا ان إين مد رجله
وخلاه ان هو يلمسها، وبكده بيكون نططها 5 مرات وكسبوا على اخر ثانيه. المهم بعد النهايه بتاعه اللعبه بيبدا ساعتها التصويت تاني ان هم يكملوا في اللعبه ولا يخرجوا منها. والغريب ان حتى بيصوت ان هم يخرجوا، وبيحاول يقول للناس ان هم يصوتوا للخروج يا اما كلهم هيموتوا. بس في الاخر برضو الناس بيختاروا ان هم يكملوا لعب بسبب الجشع، وان هم لو لعبوا جوله كمان كده المبلغ بتاعهم هيتضاعف، لان كل شخص بيموت بيتحط بداله جايزه 100 مليون ين. فهم دلوقتي لما ينسحبوا هم ما ماتش انهم غير 201 بس، فبتكون جايزه دلوقتي 2 مليار ين متقسمين على بقيه اللاعبين، فيبقى نصيب الفرد منهم حوالي 70 مليون ين، واللي هم ما يسددوش ربع ديونهم. فعشان كده هم عايزين ان هم يكملوا على امل ان لاعبين اكتر يموتوا فالرقم بيكبر اكتر. بالليل بقى بتحصل حواشتكنات كتير ملهاش اي لازمه، زي ان جونج وسي يونج قعدوا يتكلموا ويفضفضوا بقى اثناء ما بيراقبوا المكان يكونش حد عايز يقتلهم ولا حاجه عشان ياخد الجايزه تزيد، وهكذا. حصل في الجزء اللي فات برضه جاب الليل قتلوا بعض. المهم والست العجوزه والبنت الحامل وكان اللي مش مفهوم هويته ده بيروحوا الحمام، وبيبان ان البنت الحامل تعبانه وانها يعني قربت تولد، وده اللي بيخلي الكائن مش مفهوم له الجنس ده بيحس بالذنب لانها اختار ان هم يكملوا اللعبه. تالت يوم بيبدأ معاه تالت لعبة واللي بتكون عبارة عن صحن كبير وغرف المفروض اللاعبين كلهم بيقفوا في الصحن الكبير اللي في النص ده، والصحن ده هيبدأ في الدوران، وأثناء ده هيتقال أرقام. المفروض بقى اللاعبين يجمعوا بعض على أساس الرقم ده ويخشوا ساعتها في الغرف. يعني لو اتقال مثلا رقم 10 لازم كل 10 لاعبين يجمعوا بعض ويخشوا الغرفة بسرعة قبل 30 ثانية، لأن اللي هيفشلوا منهم إنهم يخشوا مع مجموعة هيفضلوا بره والغرف ساعتها هتتقفل وهيتقتلوا، واللعبة ساعتها بتشتغل. وأول رقم بيكون 10 وكلهم بيبدأوا يشوفوا فريق وكل 10 بيتجمعوا بيخشوا غرفة وعدد كبير منهم بيموت بره. وتاني رقم بيكون 4 فكل واحد لازم يشوف له 3 ياخدهم لغرفة، فين ساعتها بيقول لهم ان هم يروحوا. بعد لما الحراس المقنعين بيقتلوا بقية اللاعبين بره الغرفة الباقي بيطلع، والمتوقع ان مش بيحصل له حاجة لان هو صاحب اللعبة يعني. وتالت دور بيكون رقم 3، وفي الدور ده الواد كانت هتموت لان في 2 كده امورين واخدين ابنها غصب عنه كده فاهم من وسطهم وداخلين بغرفة معاهم. قبل ما الست تموت بيجي سيونج وإين وبياخدوها الغرفة، وبكده بيكونوا نجحوا والحمد لله ان هم يلحقوها. رابع دور بيكون رقم 6 وبتحصل فوضى لان كان متوقع رقم 2 بس الحمد لله كله بيخش غرف ما عدا كام واحد بس اللي بيموت. بيبدأ بعد كده اخر دور، وقبل ما يتعاد الرقم إين بيقول لهم ان فاضل 126 شخص وهم 50 غرفة، فالرقم هيبقى 2 عشان 100 ينجو و26 واحد يموت. وفعلا توقعوا يبقى في محله والرقم بيبقى 2. وبعد كل واحد لما دخل غرفة الناس بدأت انها تضرب في بعض عشان تخش الغرف بدلها. بنشوف إين دخل مع جونج في غرفة ولقى حد قاعد لوحده جوه، فإين ساعتها بيقوم جاي ماسكه وقتله قبل ما الوقت يخلص عشان ما يبقوش 3 في الغرفة ويموتوا هم 3. طبعا جونج بيكون مصدوم من اللي حصل ده. ولكن دلوقتي فقرة كل يوم بتاعت هل هيكملوا اللعبة ولا لا. لكن دلوقتي عدد اللي عايزين يكملوا أكتر ب6 أشخاص من اللي عايزين ان هم يخرجوا، فبكده هم محتاجين ان هم يقنعوهم بان هم يخرجوا. بيكون سيونج شايف ان هم يقنعوهم بالقوة، على عكس إين اللي شايف انهم ما ينفعش يستفزوهم دلوقتي ولازم ان هم يخلوا القرار يبقى دبلوماسي بحت، بالذات ان دلوقتي ناس كتير خايفين ان هم يكملوا والجايزة كمان بقت كبيرة جدا ويقدروا ان هم يسدوا بيها ديونهم. المهم بيبداوا التصويت وبعد شوية بيرجعوا تاني تعادلوا في التصويت، بما انهم بيتعادلوا فما فيش قرار هيتنفذ وهيصوتوا تاني بس اليوم اللي بعده، وبيكونوا ساعتها بقى قرروا كويس في الموضوع. وطول الليل الفريقين بيتخانقوا مع بعض لان كل فريق عايز واحد من التانيين عشان فاهم بيصوتوا ويمشوا بقى، بالذات ان الواد المغني متنمر ده بيبقى مصوت ان هم يكملوا، فبيحاول ان هو يستدعي حد يرد ان هو يصوت معاه. وتقوم ساعتها خناقه كبيره ما بين الفريقين في الحمامات بتنتهي ان الواد المغني ده بيتقتل ومعاه 5 تانيين، وساعتها بيتضاف 600 مليون ين للخزنه. وبكده المتسابقين بيعرفوا ان هم حتى لو قتلوا بعض فالفلوس بتزيد برضه، يعني هم مش لازم يبقوا في لعبه بالصحاب. لكن دلوقتي 3 ماتوا من اللي عايزين يكملوا واتنين من اللي عايزين يخرجوا، وبكده بقى حال اللي عايزين يخرجوا اكبر. ولكن سيونج بيكون عارف اللي فيها وان الليله دي مش هتعدي على خير، وان الفريق اللي عايز يكمل هيهاجمهم عشان يقتلهم ويزيدوا ساعتها الجايزه. فإن ساعتها بيقترح ان هم ما يستنوهمش ان هم يهاجموا عليهم، انما هم اللي يهاجموا عليهم ويقتلوا منهم اللي يقدروا عليه ويخلصوا بقى، زي مش مبدا خير وسيله دفاع هي الهجوم. ولكن سيونج بيرفض الفكره دي ويقول لهم ساعتها ان هم هيكسبوا لما يدمروا اللعبه ويقبضوا على القائد ابو قناع اسود ده. وسيونج ما بيكونش واخد باله صباح الفل بتاعت جنبك اصلا. المهم بتكون الخطه ان لما النور هيطفي الفريق التاني هيهاجم عليهم، فسيونج وبقيه الرجال الاقوياء هيستخبوا تحت السرير ويسيبوا العواجيز والبنات يموتوا في داهيه، ويستنوا بعد كده حراس المقنعين ان هم يخشوا علشان يفضوا الاشتباك، وساعتها يهاجموا عليهم من تحت السراير وياخدوا اسلحتهم. وفعلا النور بيتطفى والفريق التاني بيهجم عليهم وبتحصل مجزره بيموت فيها كل البنات تقريبا والعواجيز. واول لما حراس المقنعين بيخشوا سيونج وبقيه اللي معاه بيهجموا عليهم وبياخدوا اسلحه منهم، وبيحصل اشتباك عنيف جدا ما بينهم وما بين سيونج وفريقه. وبناخد بالنا ان إين مندمج جدا وعمال يقتل حراس المقنعين هو كمان، لدرجه ان هم بينسحبوا وبيقفلوا
يقفلوا المكان عليهم. فساعتها سيونج وفريقه بيكسروا الكاميرات وبياخدوا الذخيرة والسلاح من الجثث. وبيبدأ ساعتها سيونج والمتسابقين اللي واثق فيهم ان هو يديهم اسلحة عشان يخرجوا يجيبوا صاحب اللعبة دي من قفا امه، وبيكونوا واخدين واحد من الحراس رهينة عشان يوديهم للقائد بتاعهم. وبيبدأ ساعتها سيونج في الخطة بتاعته وبيشتبك مع بقية الحراس واللي يكونوا اكتر بكتير وعمالين يرشوهم بالنار، ولكن سيونج وفريقه بيكونوا عمالين يوقعوا منهم كتير جدا، ولكن بيجي دفعة تانية عدد اكبر ويبدأوا اشتباك معاهم من تاني. فسيونج ساعتها بيقول لفريقه ان هم يعطلوهم اثناء ما بياخد بعضه هو وجونج وبيتحركوا لمكان الاداره، ويكون في طريقه شويه حراس مخدعين، فبيحصل اشتباك ما بينهم وبينهم. وعلشان ما اطولش عليك يعني فبيحصل ضرب كتير هنا عضل كتير هناك. فسيونج ساعتها بيطلب الدعم من اين، فاين بيوصل له ومع اتنين فيقول له ساعتها ان في طريق يلف بيه حوالين حراس المخدعين ويضربهم من ظهرهم، وبياخد ساعتها معاه الاتنين اللي جابهم وفعلا بيبقى في ظهر الحراس، ولكن قبل ما يضربهم بالنار بيظهر على حقيقته وبيضرب الاتنين اللي معاه اصلا بالنار. وبيقول ساعتها لسيونج ان كل حاجه انتهت خلاص، وبيعمل نفسه ان هو اتضرب بالنار، وبكده سيونج بيكون مفكر ومات. في الناحيه التانيه الحراس المخدعين بيسيطروا على الوضع، وهو يقتلوا ساعتها كل اللي اتمرطوا حتى اللي استسلموا، وما يتبقاش غير سيونج وصاحبه واللي برضه بيستسلموا. ساعتها القائد التاني ابو قناع اسود ده بيجي وبيقتل جونج قدام سيونج صاحبه، وبيمشي وبيخلي سيونج يبص في عينه وهو بيموت.